ها هو البسكويت ديالي كيف كتشوفوا، محمرتوش بزاف. عندي هذا غليظ، غندير غير حبه وحده فوق منها الشكلاط، وعندي هذا النوع هذا عندي رقيق، نقدر ندير وحده فوق وحده. دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نزينوه. ضروري الصابلي ديالنا ما يبقى على هذا الشكل، ما يتحمرش بزاف. الا تحمر بزاف ما كيجيش اللون ديالو مزيان. هذه انا عندي شويه محمره، مازال الا كنا نغطيوه بشي حاجه من الفوق، سكر كلاصي ولا شي حاجه ماشي مشكل. هنا عندنا 2 معالق ديال كليكوز ومعلقه ديال ناباج، خلطناهم باش غادي ندهنو الصابلي ديالنا. هنا عندي 2 معالق ديال كليكوز ومعلقه ديال ناباج والنكهه ديال الفريز. كيجي على شكل ثقيل وما كيسيحش لينا باش كنديروه في الصابلي ديالنا. عندي هنايا كاوكاو مهرمش، ممكن نتوما تعوضوه بالزجلان او اللوز يعني باش او الكوك. وعندي البريون وبانسو، وعندي الشكلاط انا نوريكم كيفاش صيبته. عندي هادي ذوبت الشكلاط في باماغي وخويته هنا في الجناب وخليته حتى برد غير بشويه، ما كنخليوش ما كنعمروش حتى كتسيح لينا في الجناب. ونفس الطريقه اللي درت مع هذا الشكل تا هو نفس الطريقه، والشكلاط يكون من نوع جيد كيف كتشوفوا. حتى هو درتو بحال هكا، ذوبته بماماغي ودرتو في هاد الطابع ديالو. ها هو كيف كتشوفوا خرجته دابا من الثلاجه. هذا الشكل حتى هو كنخرجوه من الثلاجه بحال هكا. ها هو نحاولوا غير بشويه باش ما يتهرسش لينا. عندي شكل ديال الكوكياج حتى هي كتشوفوا، ها هو الشكل ديالها. دابا غندوزو بسم الله. غادي نبدا بهذا هو الاول، غنديرو على وجهه، ناخذ الشيته وغندير بحال هكا ندهنو وغنحط عليه الشكلاط ديالي على هذا الشكل. غنعاود وحده اخرى. ضروري يكون الصابلي ديالنا يكون مقاد باش ما يجيناش عوج. كندهن الوجه ديالو كنحط عليه الصابلي الشكلاط عفوا على هذا الشكل. عاد باقي غادي ندير ليه البريون من الفوق. غادي ندوز للشكل الثاني، غنديرو بحال هكا حتى هو. غادي ندهنو مزيان، ندهنها كلها وغنحط عليها هذا ديال الشكلاط على هذا الشكل. حاولوا غير بشويه باش ما نوسخوهاش من الجناب. غادي ندهن بالناباج، غندير هكا تكون قاده صافي. وغادي نبدا ندير عليه الكاوكاو ديالي او اللوز. على هذا الشكل هذا نديروه بحال هكا. النص غادي نخليه هكا كنديرو باللوز. ممكن ديروه بالكوك الا بغيتو ماشي مشكل. نجيب الكاوكاو
على هاد الشكل. غادا نوريكم كيفاش غادي ندير البريو. ضروري كنستناو حتى كيبرد هاد الكليكوز باش كيشد لينا ما كتبقاش تجي الحلوه ديالنا مقاده. غناخذ البريو عندي في الدوغي، نحاول غندير غير الوسط الزواقه الوسطانيه. على هاد الشكل. دابا غندير ديال الكوكياج، كندير الكوكياج كيف كتشوفوا هو الشكلاط ذوبتو باماغي. غادي ندهن بالكليكوز وغنحطو على هاد الشكل. انا عندي هنا درت الكوك وشويه ديال اللون ديال حب الملوك، كتشوفوا كيعطي شكل زوين. غير نحاولوا ما نكثروش باش ما يتجلخش لينا الشكلاط. وهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا انا عندي هذا المول كتشوفوا. درت البيض هو الاول وعاد غطيته بالكحل كتشوفوا كيجي لهذا الشكل. باش كيعطينا جوج ديال الالوان. دابا غادي ناخذ صابلي كيجي لهذا الشكل. هذا غندير على هذا الشكل ديال الشمس. دابا انا غادي نديرها في ذوب الشكلاط في باماغي كتشوفوا. غادي نخشيها كلها على هذا الشكل. نحاول نقادها باش ما تجيش غليظه، كتجي على هذا الشكل. غنحطها على بحال هكا. هنا درت الشكلاط الكحل حتى هو ذوبته في باماغي كتشوفوا. غندير النقطه الوسط بحال هكا وغادي ندور على هذا الشكل. دابا غندير بحال هكا. على هذا الشكل ونعاود نردها بحال هكا. تجي على هذا الشكل كتشوفوا. غنبقى على هاد الطريقه حتى نكمل الصابلي ديالي كله من بعد نتلاقاو. ها هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا كيف كتشوفوا.
كنتمنى هذا الفيديو ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم، وتقولوا لي الراي ديالكم. الا عجبكم الفيديو ديروا جيم وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وشاركوا معي في القناه ديالي، وبصحه وراحه.